الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. آية النحل آية صادقة في كتاب الله، وآية معجزة أمام أعين الناس. وقد قدم الدكتور عبد الحليم مشرف بحثا عن التأثير المانع لانقسام الخلايا لعسل النحل، لمعرفة مدى تأثير عسل النحل على تثبيط نمو حبوب اللقاح، وبالتالي تثبيط نمو الخلايا السرطانية. والحمد لله الذي لم ينزل داء إلا وأنزل له شفاء. أو التأثير المانع لانقسام الخلايا لعسل النحل Anti-mitotic effect of bees honey or honey bee. هو طبعا في ملاحظة بالنسبة إلى العسل، إن بنلاقي إن حبوب اللقاح بتبقى موجودة في الخلايا وبدون تلف، يعني ما يحصلش فيها نموات زي ما احنا عارفين إن بيحصل لما بيحصل نموات لحبوب اللقاح بتطلع منها نموات خيطية. السيتوبلازم يتحرك وبالتالي بيخرج من الجانب أحد الجوانب بهذا الشكل البوليمرين، بيطلع النتوء ويتحرك السيتوبلازم ويفضل يستمر هذا النتوء ويفضل الجزء الخارجي من حبة اللقاح، ثم يمتد هذا قد يصل إلى أضعاف طول حبة اللقاح الأصلية، يعني عبارة عن خيوط بتطلع. هذه الخيوط أو هذه النموات بنلاقي إن في الخلية الطبيعية لا تحدث هذه النموات، وده اللي يعني فكرنا أو اللي هو يعني لفت نظرنا إلى هذا البحث. قبل ما أتكلم عايز أقول لحضراتكم إن أنا واخد مصدر أساسي في شغلي هذا الكتاب من تأليف واحد روسي اسمه رونيتش، وبعدين تم ترجمته عن طريق واحد الله يرحمه الدكتور حلوجي، والأصل الإنجليزي بتاعه برضه عندي. وده طبعا راجل شغال، والأكاديمية ده كان مدير الأكاديمية الطبية في كييف أعتقد في روسيا، وما أعرفش وظيفته حاليا إيه. الكتاب ده طالع من سنة 79، فيعني يعتبر مصدر من دولة شرقية زي ما قال الأستاذ الدكتور بامبي. معظم البحوث شغالة حاليا في الخارج، موجودة في مثلا رومانيا، روسيا، مستشفى الفصيل اللي احنا سمعنا عنها اللي بتعالج جميع الأمراض بالعسل. كل هذه الحاجات يجب أن تكون بالنسبة لنا احنا كمسلمين أن يبقى حافز لينا على إنشاء مركز للاستفادة من منتجات النحل اللي ربنا سبحانه وتعالى خص صورة كاملة للنحل، ونبهنا إلى فوائد هذه الحشرة وما يخرج بطونها. يعني احنا جبنا مية عادية وعملنا انبات فيها، جبنا حبوب اللقاح وحطينا حبوب اللقاح دي جبناها عن طريق مصايد وحطيناها في قلب العسل، وعملنا تركيزات مختلفة من العسل. 100% عندي عسل، 50%، 25، 12.5، لحد ما وصلنا إلى 1.5%. برضو عسل صناعي ماشي بنفس هذه التركيزات، 2 و4 ساعات و6 ساعات. بعد ساعتين بعمل فحص وبعد نسبة تحت الميكروسكوب، بشوف نسبة اللي حصل فيه نموات مقارنة بنسبة اللي ما حصلش فيه نموات، وارجع تاني بعد 4 ساعات وبعد 6 ساعات بعمل هذه التجربة في العسل، وبعملها في العسل الصناعي والعسل الطبيعي وعسل النحل. فلقينا ان تركيز 50% من العسل لا يتم او لا ينمو فيه اي نموات من حبوب اللقاح. بالنسبة ل 25% تركيز كونسنتريت 25% للعسل، ابتدى يطلع فيه نموات في العسل الصناعي، وصلت الى 30% في نهاية الاختبار الثالث اللي هو بعد 6 ساعات. لما عملت اختبار تركيز 12.5% ابتدأ بقى العسل الطبيعي لما يخف التركيز ابتدت تظهر هذه النموات، ابتدت تظهر حوالي 20% في الاختبار الاول بعد ساعتين، و22% في الاختبار الثاني، يعني نسبة بسيطة بتزيد زيادة بسيطة، و25% في الاختبار الثالث بعد 6 ساعات. الثاني بقى 50 70 85. شوف الزيادة، الفرق بين الاثنين ان العسل فعلا فيه هنا اثر مثبط. واحنا عارفين يعني في احد الانزيمات اللي هي جلوكوز اوكسيديز موجود في العسل. هذا الانزيم زي ما احنا عارفين ان هو بيحول او الجلوكوز الى هيدروجين بروكسيد، وطبعا ده له تأثير قاتل للبكتيريا. فهذا اللي برضه من ضمن التفسيرات اللي احنا فسرناها بالنسبة لهذا الاثر المانع للانقسام هو وجود هذا الانزيم. وهذا الانزيم بينشط في العسل امتى؟ بينشط لما بيحصل فيه تخفيف بالمية.
يعني هذا الانزيم موجود، ولكن انا مفترض ان قد يكون في هذا الحمض الاميني اللي هو 10 هيدروكسي 2 ديسينونيك اسيد موجود في رويال جيلي، وله تاثير، له انتي ميتوتيك افكت، وفي بحوث لتاثيره المانع لنمو حبوب اللقاح، وفي بحوث في هذا المجال.